السلام عليكم ورحمة الله. كل يوم فكرة، وفكرتنا النهاردة حلوة جدا. من علبة الكرتون والإزازة البلاستيك كده، لو عندك علبة كرتون فاضية وإزازة بلاستيك تعالي كده نستفاد منهم ونعمل منهم حاجة كلنا بنحتاجها في البيت. وهتشوفي يلا معايا هنركن كده الإزازة شوية، وهنشتغل الأول في الكرتونة وبعدين هنشوف هنعمل ايه بالإزازة. هنقص كده الطروف بتاعة الكرتونة، أي كرتونة أي شكل، ولما تشوفي هتبقى ايه في الآخر انت هتعرفي تقدري الكرتونة اللي انت محتاجاها هيبقى شكلها ايه بالظبط. بس تبقى كرتونة وسط، مش كرتونة كبيرة زي ما انتوا شايفين كده، أي كرتونة فاضية. أنا هالزق الحتة دي كده علشان خاطر ما بتبقاش ثابتة، ممكن تقصي القطعة اللي فوق دي وممكن تسيبيها. أنا هاسيبها اللي هو اللسان ده، لو عندك في الكرتونة سيبيه، ما عندكيش مش مشكلة خالص، بس أنا سايباه وهتشوفوا ليه في الآخر. وهنغلفها كده بالستيكر بتاع المطبخ دوت، بيتباع في كل مكان. عشان ناخد كده المقاس بناخد عليه المقاس الأول، وبعد كده بنقفلها علشان خاطر ما تتلخفنيش وكده. يعني تقصي على قد الكرتونة الأول وبعد كده بتلزقيها تمام. كده قفلنا الكرتونة وخليناها تمام. انا هعمل لها الفتحة مكان اللسان، وزي ما قلت لك اللسان ده لو هيعكسك مفيش داعي منه. والورق اللي بيطلع من الستيكر دوت اللي انتوا شفتوه دلوقتي في ايدي ده ما بنرميهوش عشان بنستخدمه في افكار كتير. ان شاء الله تابعوني وهقول لكم نستخدمه في ايه. تمام. هعمل كده الفتحة بتاعة اللسان وبعدين هنكمل ونشوف هنعمل ايه. لو كنتي أول مرة تشوفيني، دي قناة أكلة وفكرة بنقدم فيها أفكار كتير لكل حاجة في البيت، من أول المطبخ لحد ما انتي شايفة كده إعادة تدوير بعض الحاجات اللي بنستخدمها برضو في البيت. تمام. فلما كنتي أول مرة تشوفيني متنسيش تعملي اشتراك ولايك وكملي معايا الفيديو. تعالي بقى كده نشوف هنعمل ايه بالإزازة. أنا كنت هستخدم الإزازة دي، بعد كده طلعت صغيرة شوية عن ايه مقاس الكرتونة، يعني هي تفرق معايا في مقاس الكرتونة، فأنا جبت واحدة تانية اكبر منها شويه. تمام. هقصها كده، اقص القطعه اللي فوق والقطعه اللي تحت، وهاخد نص الازازه مش كلها، نصها بالطول مش بالعرض، يعني مش عايزاها الدوريه كلها بتاعه الازازه، فقصرت منها حته. هتشوفوا ازاي دلوقتي. انا حبيت افتحها كده من هنا الاول عشان ما اخدش من طول الازازه كتير. الفكره دي حلوه قوي، يا ريت تنفذيها هتفرق معاكي كتير، وهتشوفوا هتطلع ايه كده في الاخر. بصي انا كده قصيت من فوق ومن تحت، وهقص كده قطعة من الازازة لاني مش عايزاها كلها، عايزة زي ما تقولي كده نص دورية مش دورية كاملة. الازازة طبعا بتبقى دورية كاملة، انا هاخد نصها. بصي بقول لكم دي طلعت صغيرة، فعلى حسب حجم الازازة الكرتونة اللي عندك. بقصها كده وبسويها وهغلفها بنفس الطريقة اللي غلفت بيها الكرتونة اللي عندي، زي ما انتوا شايفين كده، وعملت لها 4 فتحات اهو. بقى زي ما قلت لكم بقت نص دوريه. طبعا انا مش مغلفه الكرتونه من جوه، ودي خطوه مش مهمه بالنسبه لي، لكن لو انت حابه تغلفيها من جوه مفيش مشكله. وممكن برضو تعمليها بالقماش، بس انا حبيت اعملها آه بالورق دوت عشان بيبقى سهل انك تمسحيه من اي اتربه او اي حاجه. وهتشوفي دلوقتي احنا هنستخدمها في ايه. انا عملت كده زي ما قلت لكم في الازازه 4 فتحات، من الطرفين دوت ومن الطرفين دول فتحتين وفتحتين، وعلمت في الكرتونه علشان خاطر هفتح نفس الفتحات. هنجيب كده اي رباط عندك بتاع اي حاجة، كلنا عندنا اربطة كده بتاعت اي حاجة في الشقة، وهقسمه 2 زي ما شفتوا كده. الاول هلزقها، بص انا ثبتها بحاجة كده زي مسمار علشان خاطر ايه ما تفلتش مني، وثبتها كده بشوية شمع، ولو ما عندكيش شمع ممكن تثبتيها باي حاجة. وربطت زي ما انتوا شايفين كده الرباط، قصيته كده 2، وبعد ما قصيت 2 قصيتهم 2 تاني، انا قصيتهم على 4. هحط 2 الناحية دي و2 الناحية دي، هدخلها كده في الفتحة وهربطها من ناحية ومن ناحية. هتشوفوا كده ازاي علشان خاطر تبقى ماسكة معاكم وتبقى طالعة مظبوطة. بصوا بعد ما هدخلها كده من هنا هربطها كده من هنا علشان خاطر تبقى خلاص ما ينفعش تخرج. انا عايزة طرفين رباط هربطهم في حاجة، وهتشوفوا هنعملها ايه دلوقتي. وادخلها من هنا برضو هربطها من جوه. لو لقيتيها كده معصلجة معاكي مش عارفة تدخليها ايه، دخليها بأي حاجة كده، بمقص بمسمار، هتلاقيها دخلت معاكي كده على طول. ماشي، لو الفتحة صغيرة يعني. بصي زي ما انا بعملها كده، بحاول اشرح التفاصيل عشان اللي حابب ينفذ الفكرة فعلا تبقى التفاصيل واضحة قدامه.
وفي نفس الوقت انا مش بطول برضو في الفيديو. وقولوا لي رايكم في التعليقات لو الفيديو كده بالنسبه لكم طويل ولا اختصر فيه اكتر من كده. بقى عندي كده رباطين ورباطين من هنا. يلا نشوف هنستخدمها في ايه. انا ربطتها كده في سور البلكونه وعملتها كده منظم للمشابك جامد جدا، بيبقى جنب ايدك كده وانتي بتنشري تاخدي منه المشابك وتحطي فيه المشابك بسهوله. افضل من ان المشابك تبقى محطوطه في كيس او منظم متعلق كده ولا كده. وزي ما شفتوا كده انا ربطها اهو من هنا اهو. بقول لكم ازاي بدل ما تبقى في كيس او اي حاجه متعلقه في اي مكان جنب السور البلكونه، فهيبقى سهل عليكي وانتي بتلمي الغسيل وانتي بتنشري ان المشابك جنب ايديكي. وانا خليتها كده بالغطا وباللسان زي ما هي علشان خاطر الاطفال ما يلعبوش فيها، طبعا كلنا عندنا اطفال. بصوا بوريكم انا بربطها ازاي في سور البلكونه. طيب انا لو ما عنديش سور بلكونه زي دوت خطوه الازازه دي مش مهمه خالص بالنسبه لي، وكفايه العلبه وهخرمها نفس الخرمان وهدقها في سور البلكونه برضو تبقى جنب ايدي في سور البلكونه. كده انت بتسهلي على نفسك جدا. واستخدمناها كده في حاجه مفيده، علبه كرتونه كانت مرميه وازازه كانت مرميه، عملنا بيها كده حاجه حلوه. يعني ايه فرقت معانا كده في وقفتنا وهتريحنا شويه من رمي المشابك في كل حته، ومن المنظمات اللي بتتقطع، ومن ان المشابك تبقى بعيدة عن ايدك. لو كانت عجبتكم بقى الفكرة ما تنسوش لايك واشتراك للقناة. اشوفكم في افكار تانية ان شاء الله.